السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تو رانا في فصل الصيف، وباش نبدو نززوا الإبل. على كاش الإبل ما تززش غير في فصل الصيف، لأن بعض الناس يسألوا بيا علاش ما تززش الإبل في الشتاء وفي الخريف وفي الربيع، لأن الوبر هذا يحميها من البرد والصقع والعوامل الطبيعية في الفصول الثلاثة: الشتاء، الخريف، الربيع. عندك وشوف في فصل الصيف من أواخر ماي يبدأ الوبر نتاع الجمل يبدأ يطلع كما هكا بالطريقة هذه. شوف هكا يبدأ يقدر يتنحى وحده، ظل داير رواق ما بينه وما بين اللحم. علاك شكون تززه قدام ما يتنحش، لكن وين يدها تلحق وقت الحرارة يبدأ يدير الطريقة هذه. وهاو كيفاش نبدو نززوه. بسم الله هكا وريهم هنا، قرب هكا قرب. كيفاش الطريقة، الطريقة كيفاش. شوفوا ربي يبارك، تلقاه داير الرواق هذا تلقاه داير الرواق ما بينه وما بين اللحم، ما بين الجلد يعود هكا شغل منبت شعر رخر، وتبدا ويطلع الشعر. وكم عارفين فوائد الوبر وش هي، اللي هي ناخذوا منها العفان والغشابيه والبرنوس وبيت الشعر. شوفوا ربي يبارك، حتى الجمل ذات يستحسن. هات هنايا وري لهم هنايا. ربي يبارك، شوف كيفاش في طريقة. هذا وين يظل كلها طبقة واحدة هكا كما العقيقة نتاع المخلول، كلها كيف. يا ربي يبارك. شوفوا كاين بلايص نظل فيها التراب، هذيك وين تجي صعيبه شوي. وديما ززان الابل، وكاين اللي ما تززش، كاين اللي ززوها اللي تحازت عند مالها هم يززوها، واللي ما تحازتش عند مالها يطير الوبر وحدها كما نقول. اللهم صل على النبي. لأن الوبر تاع الجمل الآن توها. شوف قرب هنا، شوف هاي كاين البلايص هذه تشد التراب، هذه ما يطلعش منها الوبر حتى يطلع. بسم الله تلقاه داير وسخ هنيا. وززان الإبل عكس الغنم. تو الإبل عادي نورمال تززن هكا وما سيلش الدم، كما نقولوا الجلد نتاعه ما ديرش. تو بعد ما كملنا هاي نضاف البعير ربي يبارك. وكاين الشوشه هذه تاع الذروه، كاين اللي قرب شوي يا زين. كاين الشوشه هذه وين يخليها، وكاين اللي يقصها. وحنايا ندرموها هكا دايرينها على الشياب هكا، ندرموها هكا، نتبعوا بعادات وتقاليد الشياب بكري يدرموها هكا الذروه. وشكرا للإغاء، وان شاء الله راكم استفدتم من المعلومه. وكان معكم شوشو العلندي عاشق البراري. تابعونا على اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك، وربي يعيكم ان شاء الله. واحلى تحيه لكل متتبعي شوشو العلندي.